بقت اكبر مشكله في مجتمعنا الميس كوميونيكيشن بيننا وبين الجنس الاخر. الترند الجديد العظيم، الراجل عايز يقعد في البيت زيه زي الست. مش ضروري خالص عشان هي ست فبيحاربها، ممكن يبقى الموضوع صدفه مثلا. ما تعصبنيش، انا ما قلتش حاجه، احنا هناخد دي بس. يعني ايه راجل يحط الست في دماغه؟ صوتي كمرأة في المجتمع انا محتاجه ارد، واحنا مش هندوس على زرار نرجع لانوثتنا، ولا الرجاله هتدوس على زرار ترجع لرجولتها الاصليه. الجنس الاخر كلمه صعبه قوي، كلمه كل الناس بتسمعها تتخض، سواء بقى الرجاله او الستات. هل احنا متفقين مع الجنس الاخر؟ هل احنا فاهمين الجنس الاخر؟ بتحس انك دايما فاهم نفسك، بس انت فاهم الجنس الاخر زي ما انت فاهم نفسك؟ طب احنا فعلا مختلفين ولا احنا بس بنفكر بطريقه مختلفه؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع فنانتنا الجميله استاذه منار الهجرسي. عامله ايه يا منار؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احنا جايين متحفزين لبعض شويه قوي قوي. احنا كنا بنتكلم بسبب الاسك اللي كنتي منزلاه من فتره قريبه على انستجرام. الاسك هو اللي استفزني قوي، اللي خلاني عايز افهم انت كان قصدك ايه. انت كاتبه كده الراجل بيحط الست في دماغه وبيحاربها. طيب خليني افهم منك الاول قبل ما نبتدي الحلقه ونبتدي الخناق، يعني ايه راجل يحط الست في دماغه؟ انا مش بحدد نوع العلاقه اللي الراجل بيحط فيها الست في دماغه، قد ما بحدد الحاله اللي بتحصل. لو واحد زميلته في الشغل بنت بيحطها في دماغها وبيحاربها، لو في مكان عمل، لو علاقه، لو واحد عايز ان هو يرتبط بواحده وهي رفضت، فانا بتكلم على هذا النوع من التحدي او ان هو يحطها في دماغه. انا معاكي جدا ان فكره ان الراجل ممكن يحط الست في دماغه، ولو اني لسه مش فاهم معنى الجمله هتقولها لي بشكل اوضح شويه. بس خلينا نقول على جميع المجالات، في الارتباط او الريليشن شيب، في الشغل، في ممكن على فكره ممكن يحط راجل في دماغه او يحط الراجل ست في دماغه وهي ماشيه في الشارع. مش ضروري حتى يكون في سابق معرفه، يعني لو عكسك مثلا او فضل يمشي وراكي شويه كتير او ضايقك او ما ده يعتبر ان الراجل بيحط الست في دماغه. ممكن. تمام. فكره بقى ان الراجل يحط الست في دماغه في العلاقات الكتير، عايزك تبتدي تفهمها لي واحده واحده، مش عشان ادافع عن الراجل، عشان افهم بس الاول، عشان في بعد الاسك كان في ردود كتير على اسكات تانية كتير عايز اتكلم فيها. بس قولي لي في الاول، لو الريليشن شيب الراجل هيحط الست في دماغه ازاي؟ لو في الشغل الراجل هيحط الست في دماغه ازاي، سواء هي مديرته او هو اللي مديرها؟ ما هو ممكن على فكره انا مدير لواحده، وممكن على كلامك ان مش ضروري التايتل هو اللي هيخلي المدير، او يعني انا عشان مديرتي ست هحطها في دماغي، بس لو انا مديرها مش هحط البنت اللي تحتي في التايتل في دماغي. على كلامك ان كل انواع الرجاله او معظم انواع الرجاله في اي موقف بيعملوا كده. فهميني اكتر شويه في العلاقات وفي بره العلاقات. طيب خلينا اختصر لك هذا الموضوع. الرجل الحقيقي نازل الارض عنده مهام محدده، عارف الجوب ديسكريبشن كده اللي في اي شغلانه وانت داخلها، الجوب ديسكريبشن بتاعتك 1 2 3 4 5 6. والمراه نفس الموضوع، الجوب ديسكريبشن بتاعتها 1 2 3 4 5 6. لما الراجل يروح للناحيه بتاعت الست، كده كده الراجل اقوى من الست، ده مش موضوع نتناقش فيه اصلا. انت نازل اصلا معاك البنفيتس بتاعتك كراجل، اتولدت راجل فاحمد ربنا، انت عندك بنفيتس كتيره قوي في الحياه. وانا مش من الستات اللي بتعترض على دور الراجل، ولكن بعترض على طريقه الراجل اللي بيستغل البنفيتس بتاعته دي وما يعني ما بيطبقهاش اصلا. انت البنفيتس، الحاجات اللي انت المفروض تشتغلها او تعملها، انت ما بتعملهاش. ولما بتيجي تحط الست في دماغك، عارف انت كده لما يبقى في واحد حط عقله بعقل عيل صغير، حط عقله بعقل حيوان أليف بت، حط عقله بعقل حاجة المفروض ان انت في مكان اكبر وفي مكان اعظم من ان انت تنزل للست اللي المفروض انت اقوى منها ومفضل عنها، سواء دينك كامل، عقلك كامل، كل حاجة فيك اكمل منها. ليه اصلا تروح للحتة دي وتشوف الست دي مش مدياني السكة، او الست دي مش عارفة اقول اللفظ، بس مش يعني خلاص انا نزلت لها. طب خلي ده يرجعنا لجملة مشهورة قوي من زمان، اللي هو يا جماعة ما الراجل عايز يتعامل طفل صغير. اللي هو الراجل في وقت المضايقة الراجل يحب يتراضى، يحب يتعامل، مش ان هو يتعامل عيل صغير يعني بتتحكي عليه بكلمتين او تاخديه على قد عقله. بس لا والله، في رجالة تحب ان هي تاخديها على قد عقلها، مش انك تضحكي عليه. بس فعلا في رجاله كتير كلمه حاضر، او لما بيحس ان الست بتسمع كلامه، لما يحس ان الست، بصي هقول لك على حاجه، مش بتسمع كلامه في الغلط او مش بتسمع كلامه اللي هو حاضر وطيب وخلاص، هفهمك ايه اكتر. بس اللي كنت عايز اقوله لك قبل ما تضحكي ان يمكن الراجل فعلا اللي هو الطفل الصغير اللي عايز بقى يعني البارتنر بتاعته ترضيه. يا ستي خلينا نقول بس ترضيه.
مش هنقول اهو، يعني واضح ان في ناس معانا في الاستوديو موافقه على ده، وخلينا نقول ده الرد الذكوري. عباره عن عيل صغير وانت بتداديه. انا كل اللي حواليا رجاله. لا في ستات. لا احنا هنا الاستوديو في ده وفي ده، هنسمع الردود دي وهنسمع الردود دي، تمام. بس يعني انت بتقولي ان الراجل بيعمل عقله بعقل ناس صغيره. طب ما هو الراجل فعلا يمكن يكون راجل في شغله ومتحمل مسؤوليه ودماغه كبيره لانه بيفكر في حاجه، او دماغه كبيره ان هو بيحاول مثلا يمشي البيت صح او يربي الاولاد او يبقى مركز في شغله، مركز مع مراته، مركز مع بيته. مش عايز اقول ان انا شايف، بس خلينا نقول ان الاغلبيه العظمى بتحتاج قصاد ده ان الراجل يتعامل ان هو يتدلع، يتاخد على قد عقله. كنت موتي. لا ليه يا سلام. توتو. هو فكره ان الراجل يتدلع، مش فكره الكوتيموتو ويلا دلعيني وثواني بس وهشكيني وانزلي فسحيني. بس لما ابقى راجع من الشغل تعبان ومهلكان وانت عارفه اني تعبان، ما تجيش تزودي عليا تقولي لي اصل انت حاططني في دماغك، اصل انت ما نزلتنيش مش عارف النهارده ايه. طب ما تريحي الدنيا. يعني لما اكون مثلا طالب عايزة منك أرد. حاجه، ارجوكي اصل ثانيه واحده، اصل انت بعد كوتيموتي والدلع لا، والحاجات أنا يعني تمام. اديني فرصتي. طبعا شوف صوتي أنا- كمرأة في المجتمع انا محتاجه ارد. انا جايبك النهارده عشان صوتك في المرأة والمجتمع عايزين نسمعه. محدش لو سمع سمحت صوتي من اول حلقه. ليه احنا جايين اهو. الراجل المفروض ان احنا نعامله كطفل، صح؟ طب والست ايه؟ ما هي الست برضو طفله. انا جيت منين؟ انا كست في بدايه الخلق جيت منين؟ مين الاكبر؟ سوري. مين الاكبر؟ مين القائد؟ معاك هي القياده ان الراجل انت هو تقعد القائد. تزعق خالص والجعجع. خالص. لا، انت قائد بحكمه. انت اللي عندك حكمه اكتر، وانت اللي عندك عقل اكبر. ده الطبيعي. انت اللي حكيم مش انا. انت اللي مسؤول عن قياده هذه العلاقه مش انا. وليه ما تبقاش شيرنج سكيرنج وتبقى كلها مشاركه؟ ما هي ثانيه الله. واحده بقى، هنا نيجي هو للخناقه. الراجل راجل والست ست، ولا شيرنج سكيرنج لا. والست تصرف على لا الراجل؟ مش بنتكلم في الشير، مالهاش علاقه بالصرف. خلينا دلوقتي نتكلم بس في التعامل راجل وست، بعدين طيب، اكلمك في انا موضوع انا مثلا. هقطعك. قولي. اسمح لي. انا ضد شيرنج سكيرنج، لانه لا، احنا ما نزلناش شيرنج سكيرنج. احنا نزلنا من السماء، او لما بدات الخليقه. انا بكلمك في حاجه اظن يعني فيهاش اختلاف. سيدنا سوري معلش، انا ادم. اسالك سؤال بس قبل ما سيدنا تردي. آدم. ايه الشيرنج سكيرنج من وجهه نظرك؟ يعني طب انت أكمل؟ معترضه على ايه؟ ما انا عايز افهم. كمل النقطه ما هو دي. كملي النقطه، بس انا عايز افهم انت معترضه على ايه، او فهميني قصدك بالشيرنج سكيرنج. مستني. جاي تعالي. والله. احنا نزلنا الطبيعه بتاعه الرجل ان الست هي اللي جايه من ضلعه، هي اللي جايه من ماشي. كتفه، هي اللي جايه. ما ده اكبر مثال على فطبيعي. الشيرنج. حته منه. اول مره اعجز عن الرد. ده مش شيرنج. لو شيرنج كان احنا الاتنين كيانين، ما حدش فينا اتخلق من حد تاني. فين الشيرنج في كده؟ ده الراجل تفضل ان هو طلع من كتفه حواء، استغفر الله. لا طبعا مش طيب كده، بس يا كملي. جماعه، ماشي. الطبيعي ان لو احنا بنقول شيرنج سكيرنج، فالاتنين كان حواء وادم الاتنين كانوا فجاه بقوا موجودين. طلعت حواء ليه من ادم؟ مفيش يعني، الا نتدبر هذا الامر. طلعت علشان ادم او الرجل المفروض انه عنده مجموعه من الاشياء اللي لازم يعملها عشان يفضل رجل، عشان ما تهتزش طاقته ولا توازنه، ولا يحصل عنده علو في الطاقة الأنثوية ويتصرف تصرفات أنثوية. وأساس الموضوع أن الراجل أول ما بيحط دماغه بدماغ الست هو أسفة يعني، هو بقى أنثوي للغاية. لو أنت حطيت عقلك بعقل عيل صغير، أول حاجة هيقولها أي حد في قعدتك: أنت عيل صغير طبعا. وأنت ست. تاني عايز ارجع للشيرنج سكيرنج. مش قصدي ان الحياه كلها تبقى شيرنج، بس قصدي ان احنا مش داخلين خناقه ايا كان. احنا ريليشن شيب، او ان احنا صحاب، او ان احنا في الشغل. مش فكره خناقه مين صح ومين غلط، مش فكره خناقه مين يكسب ومين ما يكسبش. مش عشان انا صالحتها الاول فانا جيت كده على كرامتي، فانا كده انا خسرت الراوند دي، فهستنى لما اتخانق معاها الخناقه اللي جايه هي اللي لازم ترجع تصالحني عشان انا احس ان هو وين وين سيتويشن. طيب. هي دي بقى اللي انا بقول لك عليه شيرنج سكيرنج. يا جماعه انتوا داخلين علاقه انتوا الاثنين بتشاركوها مع بعض في احاسيس أوكي. وفي تصرفات. مش دي ان الراجل يعني اقوى من الست خالص. على العكس، في مواقف كتير جدا الست بتبقى فيها اقوى من الراجل، ولازم نعترف بده. الست هي اقوى في تربيه الاولاد من الراجل. ما يقدرش ولا طاقته ولا عصبيته ولا نفسيته يقدر يستحمل ان هو يقعد مع الاولاد ويعمله. وعلى فكره بنبقى مقدرين جدا وشايفين، ممكن مش كل الناس عشان الابتسامه اللي شايفها. لا، أنا عايزة أقول لك. اوكي عايزة أقول لك وجهة نظر. قولي لي. دلوقتي في مشكلة بين اتنين.
حلو. مشكله اهي، وانت لسه قايل نفس الجمله. لو الاتنين مسكوا ايديهم في ايدين بعض ايا كان نوع العلاقه، والاتنين بقوا ضد المشكله مع بعض، احنا مشكلة في اتحلت. مشكله، احنا الاتنين عايزين نحل المشكله دي، لكن دائما يحدث صراع على السلطه من حصل. الرجل. طبعا. او لو الست حطت دماغها بدماغ الراجل، ما هي برضو الست هتحط. مهم. انا شيرنج از كيرنج ماشي كل الاشياء دي بالنسبه لي اشياء عبثيه للغايه، لانها بتدمر بشكل كبير جدا الطاقه الحقيقيه اللي المفروض الست تبقى فيها. الست المفروض ان هي تديلك الامان والحب والحنيه والاهتمام. الست عليها يا جماعه حاجات، يعني الجوب ديسكريبشن بتاعتها ما بتخلصش ولا تنتهي، بس الراجل هو الاساس. طيب ما هو النهارده عشان نفس الجوب ديسكريبشن الراجل- بتاعته الى ما لا نهايه وما بتخلصش، ما سيم على فكره. طب ما احنا فين ليه المشكلة؟ شايفينها من وجهه نظر واحده؟ ما فيش مشكله، ما هي طب الفكره. لو الراجل ما حطش الست في دماغه وتعامل وفهم ان هي الست، وبقت يعني هي ست، تعامل كده، تعامل ليه مجرد ست؟ يعني دايما ردود الناس الكبيره دي ست. فاحنا فإيه؟ ليه بقى في ند بند؟ ليه بقى في الراجل عايز يحط دماغه بدماغ الست؟ لو ست في الشغل شاطره في شغلها وقويه ومش عارف ايه وقادره ان هي تاخد قراراتها، ليه يجي حد يحاول اللي هو ليه اصلا تيجي تحاول تحط دماغك بدماغها؟ دي ست. ثواني ما في كونسبت الشغل. لا استنيني بس، في كونسبت الشغل لو انا مثلا يعني في حد ناجح في الشغل ايا كان راجل او ست، ففي بعض زمايله مش هقول لك بقى حاطينه في دماغه بس بيحاولوا ينافسوه او بيحاولوا يبقوا احسن منه او بيحاولوا، ليه حطاها او انت ليه من وجهة نظرك كست ان انت حطاها لا ان هو بيحارب الست؟ ما ممكن يكون بيحارب النجاح، ممكن يكون بيحارب البوزيشن، ممكن يكون بيحارب التايتل. فبتكلم في الشغل مش ضروري خالص عشان هي ست فبيحاربها، ممكن يبقى الموضوع صدفة مثلا. طيب ممكن اقول لك على حاجه شور. طبيعي بتاع اي حرب. انا قديمه شويه، عجوزه. فالعصور القديمه كان لازم اتنين هينزلوا حرب قصاد بعض، لازم يبقوا الاتنين في نفس الوزن وفي تكافؤ وفي نفس طبعا. البنيه الجسديه، والا اصبحت الحرب غير شريفه. فانت لازم روح حارب حد في نفس قوتك وقدراتك كرجل، مش تروح تحارب ست، مش تروح تحط في دماغك عيل صغير، مش تروح تحط في دماغك حيوان أليف. مش طبيعي ومش منطقي. خلينا نقول ده مش طبيعي ومش منطقي ان انا اتعامل مع الست بالطريقه دي في العلاقات، بس تاني هقولك في الشغل انا برضو كراجل انا مش شايف ان هي واحده ست. انا عندي مشكله في التايتل ده انه واخد مكاني. معلش انا عايز ارجع لك في حته كده اقول لك على حاجه. مش نفسنا اصلا. انا عندي في الشغل مثلا الرجاله بيعملوا كده مع بعض، ما حدش طلع قال ايه هو ليه الناس مثلا او ليه الموظف بيحط المدير في دماغه صح. او ليه المدير بيحط الموظف في دماغه. صح. انا عشان بتكلم يعني من البوينت بتاعتي، انا مصدقك جدا ان الراجل بتحط الست في يعني بتحط الست في دماغ الراجل في الشغل، بس زي ما قلت لك انا شايف حاجات تانية كتير. بشوف الست بتحط الست في دماغها في الشغل عادي. وبشوف الراجل طب اهو وبشوف الراجل بيحط الراجل. يا سلام، رجاله مع بعض، مفيش حاجه حيوانات اسمها مع كده. بعض. لا احنا بنتكلم في ليه شغل. تدخل وانت اقوى؟ لا يعني ايه شغل في الاخر؟ يعني هي الشغل ما فيهوش راجل وست. لا يعني في راجل فعلا وست. يعني انتوا الاثنين اذوا بعض وحاربوا بعض في الشغل وانا وصاحبي هنأذي بعض في الشغل بس. ده لا، مفيش الطبيعي. حاجة اسمها ده الطبيعي بتاع اي حرب. هرجع تاني لنفس المثال اللي انا لسه مديهولك. الطبيعي بتاع اي حرب كانوا بيوزنوا بعض، الاثنين نفس الوزن، الاثنين نفس القوة البدنية، يلا حاربوا، انزلوا فايت. طب ده في الحرب يا منار، مش في العلاقات. لا ما دي برضو ده في الحرب. لو انا لا هحارب الموضوع بقى حرب. ما هو بالظبط احنا جايين النهارده نفهم العلاقه مع الجنس الاخر ليه بقت حرب قبل ما تبقى علاقه طبيعيه، قبل ما تبقى مشاركه، قبل ما تبقى زي ما انت بتقولي من شويه حلو. ان احنا ناخد ايدينا في ايدين بعض ونحل المشكله ونحل المجتمع. احنا جايين النهارده ردي اظبط المايك وردي عليا، جايين نعرف ليه لا مش عارف. بقت حرب، مش ليه بقت اوكي. نرجع تاني ونغير بتحرك كتير. لا خالص. اديني فرصه اتكلم. والله انت بتتخانقي ما بنتكلمش. انت مش اديني فرصه اتكلم. انت ماحي صوتي عشان انا ست وانتوا كلكم بالعكس رجالة. والله لسه انا حاسه ان انا لوحدي، انا مخطوبه. لا لو ليكي راي، لو ليكي راي ارجوكي قولي هيبان. اديني بقى فرصه ارد. حاضر والله بالعكس خالص. حرام عليكي. اهو برد ولا ما بردش؟ اهو ماشي حاضر. اصبروا على بعض شويه. ايوه لا ده هو بيحاربني انا مالي خالص. بالعكس انا مش جاي احارب. لا انت مش فاهمني. تقبل الاخر يعني حتى لو ايه. ما احنا جايين نتقبل. انا فعلا عايز اقول لك يعني بجد المشكله دي يعني يا ريت نعرف نطلع من الحلقه عارفين نخلي الناس
ما تشوفهاش خناقه. ما انا هفاجئك والله، ردي عليك، انا فاكره السؤال اه وعارفه انا بالظبط. هرد عليك اقول لك فاهم. ايه، وردي ممكن يخضك ويخض اي واحده فيمينست. اللي حصل ده حصل من ساعه ما ابتدى ينتشر في الوعي الجمعي، يلا الست تبقى فيمينست وتنزل وتبطل تهتم ببيتها وتبطل تهتم بزوجها وتبطل تهتم بمش عارف ايه، وتنزل تشتغل وتثبت نفسها وتثبت ان هي مش زي الراجل، وتثبت ان الراجل هي زيها زيه، والخناقه جت من هنا الى ان تطور الموضوع من حقوق المراه ولازم المرأة تبقى زيها زي الراجل، مع ان ده مش التحدي بتاعها خالص. هي ما لو ربنا كان عايزنا رجالة ما كان خلقنا رجالة وخلصنا، جايبنا يعذبنا؟ انا مش مقتنعة بده. طيب دي حاجة. تاني حاجة بعدها بقى دخلنا في حقوق الرجل، الترند الجديد العظيم، الراجل عايز يقعد في البيت زيه زي الست، الراجل عايز لما يكتئب او بس انا شايف ان ده يحصل ترند له. حريمي، يعني انا شايف ان اللي مطلعها ترند ده لازم تبقى واحده ست. والله انا كنت في علاقه كان فيها راجل قاعد في البيت بياكل فشار وانا اللي بصرف عليه وبشتغل. اقطعوا الحته دي. سخنت قوي على الراجل. ايوه ده شملت الراجل. منار انت عايزانا نقطع الحته دي؟ لا انا ما قلتش حاجه، احنا هناخد دي بس يا جماعه. انا مالي؟ طب اقعد انت مكاني لو المشكله في الكرسي. انا قلت لك مش عايزه حد يستفزني. انا كده استفزتك. ده حرام عليك. المطلوب. انا بعمل حلقه سخنه. هي الحلقه بصراحه هتبقى سخنه قوي. ويضربوا بعض ونيموا. انهي رحلتي. فده مش ترند ست مطلعاه، ده بجد حاصل وموجود. انزل اقعد مع الشباب الجديده، مش هقول لك جين زي، لا حتى بتوع التسعينات، انزل اقعد معاهم على القهاوي هتلاقي كل واحد امنيه حياته انه ما يشتغلش. هل دي طبيعه الرجل؟ هل ده رجل؟ بصراحه انا مستغرب جدا ان انا بسمعه النهارده، بس. يعني انا اول مره اسمع ده، ففعلا انا مستغرب. فعشان كده بقول لك حسيت ان هو ترند واحده ست كاتباه، عشان بما عشان انت من داخلك ومن عقلك الباطن من جوه شايف ان الست قاعده تشتم في الرجاله بس. يمكن هي الست ليه هتطلع تشتم في الرجاله؟ ما هو ليه؟ تعال عشان نفكر. الست والراجل اه. داخلين خناقه دلوقتي. يعني انت لو قعدتي في جروب ستات هيقول لك الراجل على سيرته ومش عايزين نسمع عنه ومش عارف ايه. هتروحي للرجاله يقول لك لا يا عم الست كئيبه ومش طالبه كآبه ومش عارف ايه. ولكن دلوقتي بمناسبه الترندات الجديده دلوقتي اكتشفوا، والله اعلم وانا عارف اني غلطان اني بقول كده بس ده حقيقه، ان الرجاله بقت دلوقتي نسبه ان هم بقوا كؤبه اكتر من الستات. الرجاله انا معاكي في ده، اشكال انا مش جاي ادافع عن الراجل، انا جاي اشوف العلاقات دي اللي حصل لها. تمام. الراجل اللي بيدور على المشاكل واللي مش طايق نفسه واللي بيتلكك واللي بيتقمص واللي بقت. انا عارف كويس ان الرجاله طبعا لازم الواحد يعترف، فانا بقول لك انا جاي مش جاي استفزك، مش جاي ادافع عن الراجل وانا مش فاهم، لا احنا عارفين ان في مشكله في الرجاله وفي الستات. صح. ومشكله كمان، يعني لو الرجاله عندهم مشاكل لوحدهم والستات عندهم مشاكل لوحدهم، لما بقى بيحصل الكونكشن بتحصل مشكله اكبر. دول قاعدين مع بعض عمالين يشتموا في الستات، عمالين يطلعوا فيهم القطط الفطسانه زي ما بيقولوا، ومش طايقين نفسهم، وكل واحد فيهم متجوز او عنده مشكله مش عايز يرجع بيته عشان ما يروحش للنكد. النكد ده اللي ممكن يكون هو السبب فيه، انا مش معترض خالص. نرجع تاني للست، لو شله بنات او شله سيدات مش طايقين الرجاله، كل واحده فيهم يعني مش طايقه يا ستي، مش متجوزين بس كل واحده فيهم لو واحده صاحبتها مرتبطه كلهم بيبقوا على اللي هي مرتبطه عليه، حتى لو هو مش في وشه. تمام. واحد مزعل واحده من 6، الست صحاب عليه والست صحاب مش طايقينه والست صحاب شايفينه اوحش راجل في الدنيا والست صحاب شايفينه عيل بلا 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 بلا. حصل. تمام. الحمد لله يعني طب رد. ردي. طيب تعال نبص كده للموضوع، تفتكر ده ليه بيحصل؟ ولو عندي إجابة اجابه هتفاجئك. ارجوكي في ديني، انا مش لاقي لها اجابه بقالي كتير بصراحه. هقرب من المايك بس عشان الصوت يبقى واضح. يا ريت. بمنتهى البساطة قلة حيلة. الست عارفة ان هي مش قد قوة الراجل، فلو لمت الدنيا كلها من قلة حيلتها، لو هي قادرة تاخد حق وباطل معاه وتخلص الموضوع هتعرف. مش هتعمل كل اللمة دي. الله مش عليك. هتعمل كل مش اللمة هتعمل دي. كل ما عندها قدرة ان هي تحل ستاتكم. معاها. طب انا معاكم تمام، بقى ان في اهو بقى في رد يعني انثوي كمان موجود معانا الحمد لله، النهارده، الحمد ويعني لله. تمام. طيب انا معاكم ان السيدات بتعمل كده من قله الحيله. طيب يا ربنا يستر من الاجابه اللي هسمعها دلوقتي من منار. تفتكر الرجاله بتعمل كده ليه؟ لو الست بتعملها عشان قله الحيله، طب الرجاله بتعمل كده ليه؟ لا انت اللي تجاوب، انت اللي راجل، انا مش انا راجل. ما عنديش فكره، يعني انا ما عنديش فكره
اللي هو الرجاله بتقعد، كل الناس عندها مشاكل مع الستات فبيقعدوا يلموا بعضهم. ده ما كانش بيحصل للرجاله. صح. يعني زمان قعده القهوه على الرجاله، اللي بيلعب طاوله عشان واللي كانوا بيلعب رجالة. دون، بغض كانوا النظر عن رجالة. الاكسبريشن، يعني بغض كانوا رجالة. النظر. انا بوصف هم كانوا بص. رجاله، دلوقتي هم ذكور في البطاقه فقط، تخلوا عن صفاتهم الذكوريه الاصليه ورجولتهم اللي المفروض يمارسوا. انا خايفه. طيب في رجاله وقفت حواليا. طيب اصل انت بتقولي اقول لك حاجه، أنا بتكلم في مفيش- حقيقة. مفيش راجل على وجه الارض لو جيتي قلتي له انت مش راجل، انت عندك بس اللي هو اسم الذكوره بس انت ما عندكش صفه الرجوله، احنا بنحل هيبقى مشكله. انا عارف انا ما انت معاكي. الست ممكن يتقال لها انت مستكاره صح، ومسترجله صح، وتوم صح. بوي، صح. ما هو والست عايزه تبقى. بص، ما هو ده بقى الاساس بقى. احنا الاثنين بجد بتكلم بقى بجد، احنا الاثنين دلوقتي ضد المشكله او الظاهره اللي حاصله في المجتمع، اللي بتقول ان الرجاله تخلت عن ذكورتها والستات تخلت عن انوثتها، وكل واحد بقى بيلعب دور التاني، وحصل تبادل للاسف حصل. كارثي في الطاقه، للأسف واجيال طالعه مصايب سودة طالعه علينا. احنا بنتكلم بجد، ارجع للفطره، ارجع للدين، ارجع للكتب، ارجع للصفات الاصليه، هتلاقي ان انت ماشي غلط. الدين بيقول ان انت بتعمل ايه؟ هتحتوي الست، انت الامان، انت بطبيعتك انت حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه للست. ليه بننزل؟ ليه بتنزل ما هي- يا الست اهي يا وانت منار، اهو، ما هو زي وأنا ما معترفة الراجل بده. بيتغير الست بتتغير. ما تقنعنيش ان الراجل عمال ينزل وعمال يتخلى عن صفات الرجوله، وعمال يتخلى وعمال ينزل، والست زي ما هي ما بتتغيرش. الست كمان حصل. اتغيرت. ما هو السترونج اندبندنت صح. وومن ده في حد ذاته اكسبريشن مخلي الست تتغير. افشل حاجه. الفيمينست يعني ده طيب اوكي، بجد دي افشل حاجه. انا هتكلم بامانه، انا في فتره من الفترات تبنيت فيها هذا الفكر، تمام. ولكن وقفت وبصيت لنفسي في المرايه وحسيت لا 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 لا، انا ماشيه غلط، انا ده مش الصح. واحنا مش هندوس على زرار نرجع لانوثتنا، ولا الرجاله هتدوس على زرار ترجع لرجولتها طبعا. الاصليه. احنا بناخد خطوات. انا اوريدي في الرحله دي، انا حابه ان انا ارجع تاني. انا اتولدت كنت الطفله الصغيره الدلوعه اللي مش اعرف مش افهم، فجاه بقيت بعضلات وعايزه اعمل كل حاجه. مش حكايتي، مش موضوعي، مش بتاعي. يعني انت عايزه تفهميني ان الست خدت مكان الراجل عشان مش لاقي راجل؟ ده اللي انت عايز تقوليه؟ بص، يعني ده اللي الستات بتقوله. للاسف بسمعه، عشان أوكي. كده عايز افهم ايه الكونسبت. طيب انا طبيعي لو في موقف ما في الشارع ومفيش راجل معايا، مفيش راجل في حياتي، اوكي. اكيد لازم اطلع من طاقتي الانثويه واتحول لطاقه ذكوريه عشان اعرف لو تعرضت لاي موقف اقدر ادافع عن نفسي. مش هقف على جنب واعيط. انا ممكن احارب واضرب واقتل دفاعا عن نفسي في الشارع. في حاله ده عدم حقي. وجود راجل. ثواني، عدم ده في حاله ان انا زي ما انت بتقولي انا ماشيه في الشارع، انا حصل موافقه لي قوي على اللي موقف. جاي ده. انا فاهم انت، انا عارف. حلو قوي هو ده. طيب حلو، لو اتفقنا. هو موجود ووجوده زي شكراً، عدمه، شكرا. انت مالكش اللازمه يا بيه. ما هو وجوده زي عدمه، خلينا نقول وجوده زي عدمه ده في الريليشن شيب. خلينا نحددها شويه عشان ما نبقاش عايمين. ماشي. خلينا نتكلم وجوده زي عدمه في الريليشن شيب. مم. انت اصلا موجوده في الريليشن شيب الراجل فيها زي عدمه، ليه؟ انت مستفاده ايه؟ ده اختيارات ده أساساً. خاطئة، ده لازم. ده اساسا. معلش، ما هو لو انا لازم في تحصل. علاقه، حتى لو الراجل يعني حتى لو هعرف الراجل الصح ازاي؟ مش لازم امشي غلط الاول؟ مشينا غلط وعرفنا ان الراجل زي عدمه. مش لاقيين بقى. والله بالك. طب غيري، ما هي مش اختيارات غلط مش بس. موجود، كلهم غلط. ما اعرفش بقى، اتراكت انا ناس غلط. يلا. طب بس بقى والغلط، قلنا. ما هو ثواني، لا ما لازم نتكلم. ما هو الغلط ده ما بيتصلحش. مش عارفه. يعني ما هو والله مش عارفه. خلينا نقول ان الراجل اللي فيه صفات غلط والست اللي فيها صفات غلط، ده اسبير المجتمع واسبير اللي احنا بنشوفه واسبير الخناقات. الطبيعه. لا مش الطبيعه، لا، أنا عايزة احنا أرجع مش مولودين للطبيعة كده. وأرجع لا دي مش للفطرة. حلو. انا مولوده الست دي بتبقى قاعده جوه الكهف ما بتعملش حاجه غير انها تطبخ وتطبطب على ابنها الصغير، والراجل الاسد الفظيع بيروح الغابه يصطاد ويقاتل ويحارب ويسمع الصوت وهو قاعد في البيت بره، لو في ثعلب داخل، لو في حد طب اقول لك على حاجه، يهاجم. 80% من الستات في مصر رافضه ده. 80% من الستات دلوقتي بتقول لك انا سترونج اندبندنت وومن. لا، الفكرة دي 80% انتهت. من الستات دلوقتي بتقول لك لا انا اعتمد على نفسي، السيرش انا عايز بتاعك انزل، قديم. انا عايز اروح، انا مش عايزه راجل في حياتي، انا لو حتى في راجل في حياتي هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. فبقت المشكله ان ده بقى اختيار. الموضوع ده انتهى بقى بقاله شويه اختيار. وبقى صدقيني موجود. صدقني بس انت
صدقني انت انا اللي مع الستات، انا ست. ما هو انا وأنا فاهمك، ما هو انا إحنا جايبك النهارده عشان هتلاقي- نوصل لده. أوكي. انا شايف ان ده اختيار الستات ان هم اللي ياخدوا مكان حلو. الراجل، مش ان هم يا عيني مجبورين على ما هم يعني جايين على نفسهم، او الموضوع مش بمزاجهم يعني. طب هقول لك، قولي لي. طبيعي الست تجرب، وطبيعي انت تجرب، وطبيعي كلنا نجرب، احنا جينا في الدنيا دي نجرب. هي هتجرب ميثود معين، هتطلع فاشله، هترجع تاني. اللي بيحصل دلوقتي مؤخرا الوعي الجمعي كله وكل الستات بقت تتكلم على انه لا، الست لازم ترجع لمكانتها الاصليه، والراجل يرجع لمكانته الاصليه. الحمد لله على الست السلامة. اسهل واحده بتعرف تتغير. الست في ثانيه لو خدت قرار بتتغير. الراجل هو اللي عنده مشكله، بيقعد كتير قوي في نفس الحته، فمحتاج بجد يشتغل على نفسه في الحته دي. اقول لك على سر، مم. الراجل لو من جواه فعلا قرر الحاجه من جواه وعايز يعملها بجد من غير اي ضغوط خارجيه، صدقيني يمكن يبقى اشطر من يعني الست ايه في ضغوط الموضوع ده. خارجيه؟ ان انت تبقى احسن، ده ضغط لا خارجي؟ لا 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 خالص خالص، عشان مش الست قصدي بتاعتك، عشان اهلك، عشان بيتك، عشان عيالك. خالص. بس خليني اقول لك، يعني مثلا لو انا مجبر، خليني اقول في الشغل، نطلع بره العلاقات يعني. أوكي. لو انا أحسن. في الشغل مجبر ان انا اروح كل يوم مثلا 10 الصبح بدري، فده انا بالنسبه لي ان هو لا انا مش قادر، او انا تعبان، او انا مش عارف ايه. بس لو انا من جوايا، ده بالنسبه للراجل لا عادي، هو 10 مش بدري، انا هصحى اروح وهاجي، انا عايز الموضوع ده مع نفسي، انا عايز ابقى احسن، انا عايز اثبت نفسي اكتر. ثواني خدي بالك، انا عايز ابقى احسن وانا ماشي. عايز اثبت نفسي اكتر. لكن ما وأنا بيتخصمليش، لكن انا مش مسؤول. المسؤوليه هي اللي بتخلي، المفروض طبيعه الرجل المسؤوليه هي اللي بتخليه يشتغل. احساس المسؤوليه بس. حلو. وليه المسؤوليه اللي هتخليه يروح شغله بدري عشان ما يتخصملوش، عشان يرجع اخر الشهر معايا نفس الفلوس، ما يضطرش ان هو يحتاج لاي امراه. حلو. دي ضغوط اللي انت بتقولي عليها، دي اللي انت سالتيني عن ايه ضغوط خارجيه. المسؤوليه لوحدها دي انا بعتبرها ضغط من الضغوط الخارجيه اللي ممكن تخليني اقدر ابقى قدها، واقدر ان انا زي ما انت بتقولي مش بزرار، ان انا هحاول اوصل للبيك اللي انا عايزه، بس مع الوقت غير الست. بس لو الراجل بقى من نفسه انا مش عايز اروح عشان انا عندي مسؤوليه، ده اللي هو الضغط الخارجي، بس انا عايز ابقى احسن، عايز اثبت نفسي، عايز اكون يعني دخلت يعني عندي كل السكيلز اللي تؤهلني ان انا ابقى موظف شاطر، او ان انا ابقى راجل بمعنى الكلمه، او ان انا ابقى راجل شاطر في العلاقات، او لو عندي دي من جوه كراجل زي ما قلت لك هيعملها وانس ان هو قررها، او وانس ان هو حسها من جواه. مفيش حاجه صعبه. يعني نسيب الراجل براحته من لا الآخر. بالعكس، نسيب الست هي اللي عليها كل حاجه، والست وليه هي اللي فهمتيها لازم كده؟ تتغير. ليه فهمتيها والست هي كده؟ اللي لازم تبذل مجهود، والست هي اللي لازم تعامل الراجل بالعكس. كطفل مش عارف ايه. طب ما تقولي ما ايه اللي تتحملوا يخلي المسؤولية الراجل، للجد. طب ما ايه اللي يخلي الراجل فعلا يرجع يبقى هو عايز يثبت ان هو احسن لنفسه قبل ليه الناس؟ يثبت اصلا؟ ما هو ارجع ليه؟ عيش طبيعتك. ما تيجي نرجعه بقى، ما تيجي نخليه يرجع. هو اللي لازم ياخد القرار ده، هو القائد. فكره ان احنا نخليه يعمل حاجه، هو الكبير، هو الحاجه الكبيره مش الست يا جماعه. ما هو ما ينفعش بجد انتوا ليه لا حاطين الست والراجل كده قصاد بعض؟ عشان تاني ما ينفعش مش افضل منطقي. ازق لوحدي. يعني انا ثواني انا بزقك تمام، فضل بنتي ما تاخدي ايدي ونروح مكان ما احنا رايحين، فانت هتزقي الناحيه الثانيه. لا، انت مسؤول عن نفسك، ويوم ما هتتحاسب مع ربنا هتبقى واقف لوحدك. حلو. لحد حواليك لو انت واقف وسط 100 وقعدت تقول لربنا اصل دول اصل دول اصل دول، هتتحاسب لوحدك. انت اللي ونعم بالله. مسؤول عن تطوير نفسك، وانت اللي مسؤول عن تغيير نفسك، وانت اللي مسؤول عن تغيير افكارك. لو قعدنا ندور على شماعات هنفضل عايشين طول عمرنا في دور الضحيه، والشماعات اللي مش هتخلص، اللي مش هنتطور، اللي صدقيني. هنفضل واقفين مكاننا كتير قوي. يعني هتموت فهمك. بعد الشر عليك، يعني مش مقصودش، بس يعني ممكن الشخص الانسان يموت وهو كل اللي فاتوا ده كان ممكن يعمله. فيا تاني بقى كنتوا. انا معاكي 1,000,000%، بس انا مش بدور على شماعات قد ما انا بدور على حلول. يعني خلينا نقول ان الشماعات شمعت الراجل ان الست مش مدياني فرصه، سمعت ان الراجل ان الست عنيده. يعني موضوع العند في الستات الرجاله كتير بتشتكي منه، وانت فاهمه ده، محتاجين هتكلم فيه دلوقتي عند الست، بس خلينا نروح للراجل الاول. تمام. فالراجل عنده شويه مشاكل، اللي هو زي ايه؟ ان الست مش مدياني فرصه، ان الست عنيده، ان الست مش هقول لك ما بتسمعش الكلام، بس مش فكره بتسمع الكلام ان هو يقول لها روحي وتعالي واخرجي وما تجيش خالص، مش ده. مفاجاه. مش ده. مفاجاه.
مفاجاه بالطريقه مفاجاه حقه بالطريقه لما مفاجأة. يكون تاني. هرجع لك ثواني بس، لما تكون ده الشيرنج سكيرنج، ان احنا الاثنين بنتشارك. انا بحكي لك انا هعمل ايه في يومي، وبحكي لك ان انا هخرج وهقابل صحابي وهروح شغلي، وانت بتحكي لي اصل انا هقابل صاحبتي وننزل المول وي وي وي. احنا بنشارك بعض، احنا بنحكي لبعض، احنا بناخد راي بعض. مش ان انا ما بقاش بكلمك مثلا 6 ساعات من اليوم وانت لازم تكلميني. احنا ما بنتكلمش وما اعرفش حاجه عنك، بس وانت بتكلميني الو انا نازله يلا سلام، دي مكالمه دمها تقيل. دي مكالمه اللي هو لا اصل انا مش رابط سوري يعني ماريونات في البيت تمام، هي مش هتحرك الا هي لما دي تقولي. مين؟ اللي هي ايا بالنسبة كان لك؟ بقى الشخص اللي موجود في حياتك. مراتك؟ يعني خلينا نقول مراتك، لا بس مراتك الموضوع مختلف. بس تاني خليني اقول لك لحد بقى ما تبقى مراتك حلو مالكش لو دعوة. موجود. ما هي بصي في فرق بين مالكش مراتك دعوه. الست لازم تطيع زوجها اول ما يبقى زوجها. حلو. شكرا. لكن بقى واحد يعني معلش مع احترامي، واحد داخل خارج على واحده، ولا واحد ماشي مع واحده، ولا ايا كان بقى بيتسمى ايه سيتويشن شيب والعك ماشي. اللي انتوا بتعملوه ده اللي هو بجد بجد هو كله حرام عشان بس نبقى واضحين. فما علينا، مش ده موضوعنا. كل ده انت هنرجع ما له. ينفع، انت مالكش فيها يا معلم، مش بتاعتك، مش في بيتك، مش على اسمك، مش مراتك. انت سلام. مالكش حكم عليها. الله ينور عليكي. احنا بنتكلم دلوقتي في الحكم والتحكم، وان انت ما تتحكمش فيها، بالظبط. وان انت تمام. ما هو تاني هنرجع لما انا بحكي لك يومي وبحكي لك ان انا نازل مع صحابي وبحكي لك حكايتي، وانت بترجعي تحكي لي انك خارجه مع صاحبتك، هل ده تحكم ولا هل ده مشاركه؟ لا مشاركه. عادي طبيعي ان انت تعرف براحتها. طيب ولما لو خلينا هقول لك على حاجه، ثواني بس اكمل هجيب لك جمله. الاختصار. تعالي بس اقول لك كمل على حاجه. الجمله بس وانا هجيب لك اللي من الاخر. انا هستنى الاختصار بس. نرجع تاني لنفس السيتويشن. انا وانتي يا ستي مرتبطين ما قبل الخطوبه، وخليني اقول لك ده، ماشي. وقعدنا نتكلم مم. 2-3 في التليفون تمام، وانا قلت لك ان انا نازل وهروح واجي وبتاع، وانتي ما قلتليش حاجه. كلمتك بعديها بشويه لقيتك نزلتي. انا ما قلتلكيش ان انا متحكم فيكي وان انت ازاي تنزلي من غير ما تقولي لي، ولا ما قلتش كده، بس قلت طالما احنا كنا بنتكلم مم. تمام، ما قلتليش ليه ان في اكشن هيحصل زي ما احنا بنقول. مم. لو انا زعلت او انا لو اتضايقت او الموقف ده انا شايفه لا ان الموضوع مش تحكم، ان الراجل، بكلمك من وجهه نظر الراجل، انا شايف اني مش بتحكم فيها خالص. انا شايف انه تقدير، وشايف انه مشاركه، وشايف انه اطمئنان. على فكره الراجل، عايز اقول بقى النقطه دي مهمه جدا. الراجل ساعات كتير جدا 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 جدا، مش عايز اقول بيقفش على البنت، بس بيزعل وبيحصل خناقات كتير بسبب انه والله عايز اطمن عليه. هي تبقى شايف ان هو تحكم. لا، ما انت ما تقوليش انزل بالليل، لا انا عايز اطمن عليكي. انا شاب وبنزل بالليل وعارف انه بالليل بيحصل فيه 1 و2 و3 و4. لا ما تنزليش تروح المكان الفلاني عشان زحمه، استني لما اجيلك. هي تبقى شايفه مثلا ان انا متحكم جدا وان انا مش عايزها تنزل في حته من غير ما ابقى معاها خالص. انا فعلا ممكن ابقى قلقان عليها، ممكن ابقى عايز اطمن، وممكن يكون الواي بتاعتي وبطريقتي مش مناسبه معاكي، ان ممكن يكون ده غلط. بس خلينا نتكلم في النية. لا النية مش كده خالص، مش التحكم اللي بنتكلم فيه. انت كنت عايزه تقولي حاجه أوكي. انا مستنيها. اول حاجه لا هو ما فيش اللي انت بتقوله ده كله ما فيهوش اي حاجه غلط لو هنتكلم ان ده سيتويشن وموجود. دي اول حاجه. تاني حاجه، هل كل الستات بتتصرف بنفس الطريقه؟ لا. تالت حاجه، الست لو لقت الراجل اللي قدامها راجل مهم. ونزلت للحته بتاعتها كأنثى، هي هتبقى بتقول له الو، البس ايه، صوت انزل شتوي يعني. امتى، اعمل ايه. ده طبيعي بيحصل، صوت شتوي ده طبيعي بيحصل اول ما بتحس ان هي فعلا في الحته ست دي. او بحس ان هي وانا فعلاً. ايه ده انا عايزه حد يحميني دلوقتي. مهم. ضربه واحد امبارح، النهارده عايزه حد يحميني، انا مش قادره ومش عارفه ومش صح. فاهمه. ده حاجه كده اوتوماتيك بتحصل مجرد ما الراجل بيبقى في الصفات دي. علشان كده واحنا بنختار، لو الست بتختار راجل لازم تبقى عارفه هي ايه الصفات بتاعه الراجل، عشان ما تختارش عيل وترجع تندم بقيه عمرها. والراجل وهو يختار ست. يعني انا تقريبا ما عنديش احلى من كده انهي بيه. بس قبل ما انهي عايزك تقولي لي تاني. انت بتقولي لي يختار راجل بمعنى صفات الراجل، او ست تختار راجل بمعنى صفات الراجل اللي مكتوبه الاي بي سي اللي احنا عارفينهم، والست. عايزك كده تقولي لي قبل ما نحاول نقفل بلعبه لطيفه، قولي لي ايه مواصفات الراجل اللي المفروض تبقى مكتوبه اللي هي الطبيعي، وصفات الست اللي من الطبيعه اللي كنا بنتكلم فيهم من شويه. سيبك من الحاجات اللي عماله تحصل دلوقتي بسبب المجتمع او بسبب اللي احنا فيه. ماشي. هقول احلامي.
لا مش احلامك قد ما انت شايفه هقول ان بجد. دي الفطره. لا انا عايز، مش انت الفطرة. بتقولي ان الراجل طيب. اتولد بفطره والست صح. مولوده بفطره، صح. بس ثانيه واحده خليكي منطقيه، قولي لي ايه لا، اللي أنا هقول ينفع. لا الطبيعي. ايه اللي ينفع يرجع دلوقتي في الصفات دي؟ لو كلهم يا ستي انا موافق. مفيش حاجة ما ينفعش تتعمل في الدنيا، الكون ده لا نهائي. لو دوست على زرار أو قررت تعمل حاجة كل الناس بتقولك مش تعملها هتعملها. مفيش حاجة اسمها اللي انت بتقوله ده أصلا. مفيش حاجة اسمها حدود، الحدود دي جوه عقلنا بس. نرجع للموضوع. نرجع للموضوع. أول حاجة من صفات الراجل إنه يبقى قوي، مش قوي على الست، ما يروحش يثبت قوته على اللي أضعف منه، سواء ست طفل حيوان. قوي ماشية في الشارع مع راجل، ما يجريش راجل سي السيد، كلمة ما بيرجعش في كلامه، في ستات كتير هتزعل ما بيرجعش منك في من اللي انت كلامه. بتقوليه ده. أنا بتكلم في الحقيقة، أنا بتكلم في واقع. والستات اللي هتزعل دلوقتي هترجع تلف وتفهم إن هو ده الصح. لأن أنا رحت وجيت وجربت إن أنا أبقى أنا الراجل، ما كان خلقني ربنا راجل وخلصنا. يعني هو ربنا، استغفر الله، أحلى حاجة في الدنيا إن أنا اتخلقت ست. دي أعظم حاجة. طبعا. الست هي اللي خلقتك، يعني هي اللي جابتك الدنيا، وهي اللي قدرت تربيك، وهي اللي خلتك النهارده واقف ماسك الكاميرا وبتشتغل شغلانه كويسه. لولا وجودها، اسمه ايه بقى؟ حنفي معانا على الكاميرا زي ما هو معانا اهو. محمد حنفي في شارع المستشفى. وبدون ذكر اسامي بالظبط. فقوة الراجل في حكمته وفي قراراته وفي احتوائه للمرأة، في مسؤوليته، في انه يفضل مسؤول لآخر لحظة. هنقول الراجل بيتعب، بس انا اسفة، ربنا خلقك عندك القدرة انك تتحمل اشياء معينة، زي ما قلنا ان الست بتتحمل اشياء معينة تانية. احنا خناقتنا كبيره، والخناقه النهارده ما بتخلصش، وحاسس ان انا عايز اعمل معاكي 4 حلقات تاني ليهم علاقه بعد يومك مع الجنس الاخر. فتعالي نلعب لعبه يمكن شويه تفهمنا ايه اللي بيحصل في الجنس الاخر، او ايه عيوبه وايه مميزاته. فخلينا نلعب لعبه واقول لك على عشان الاي كيو ساعات ما بقاش شغال. السؤال الاول، لو انت عندك الاثيريتي في المجتمع، يعني عندك 3 قرارات تقدري تقرريهم ليهم علاقه بالرجاله والستات في المجتمع. لو انت عندك الاثيريتي ده، هتغيري ايه في الرجاله وتغيري ايه في الستات؟ هغير ايه في الرجاله وهغير ايه في الستات؟ هيبقى هحاول يبقى عندي قوه خارقه معينه، ده اولا. اعتبريها عندك. اوكي حلو. هبتدي ارجع الراجل لطاقته الحقيقيه، وهعمل كده كمان في الست. هخلي فيه سلام في العالم، مش هخلي فيه حروب، هخلي فيه نقاش ده الناس زي ما احنا كنا بنتناقش من شويه. انا حاسه بسلام داخلي ناحيتك بجد. طب والله الحمد لله، انا حسيت ان انت خلاص مش طايقاني في الحلقه. اوف لا انا ضد المشكله مش ضدك. عشان كده احنا اتكلمنا قبل الحلقه، احنا عايزين نعالج المشكله عشان المشكله تفاقمت. يعني احنا طلعنا ده تاني بره اللعبه، المشكله تفاقمت قوي قوي قوي، بقت اكبر مشكله في مجتمعنا. هي المشكله، خلينا نقول بقى، مش مشكله الجنس الاخر، هي مشكله الميس اندرستاندينج او الميس كوميونيكيشن بيننا وبين الجنس الاخر. انا هطلع تاني بره اللعبه عشان زي ما قلت لك الحلقه دي مش هتخلص. قلتي لي، لو قلت لك لو عندك الاثيريتي في المجتمع ان احنا نحط صفات في الرجاله او نغير ايه في الرجاله او نغير ايه في الستات، قلتي لي كلمه خضتني، بس قلت لك اعتبريها معاكي. قلتي لي لو عندي قوه خارقه. طب انت شايفه ان علاج الرجاله وعلاج الستات او علاج الميس كوميونيكيشن اللي موجود دلوقتي مش هيتحل غير بقوه خارقه؟ الحقيقه اي داوت. فخلينا نبعد عن القوه الخارقه ونلعب اللعبه تاني. لو ما عندكيش يا منار القوه الخارقه دي بجد، ده بقى دي ذكوريه وتسلط. انت نفسك الرجاله يبقوا عاملين ازاي عشان يبقوا ألطف من دلوقتي او احسن من دلوقتي من وجهة نظرك، او انجح من دلوقتي في العلاقة؟ بلاش نعمم النجاح والفشل، خلينا نقول انت شايفة او اللعبة بتقول هتضيفي ايه او هتاخدي ايه من الراجل عشان يبقى انجح في العلاقة، وهتضيفي ايه او هتاخدي ايه من الست عشان تبقى انجح في العلاقة. طيب هخلي الراجل طموح، عنده ما عندوش سقف لطموحه. هخليه قوي، وهخليه حكيم. طموح، قوي، حكيم، صفات فتى احلامي. لا هي بينجو، هي المفروض يعني هي بينجو بصراحه، هي صفات مهمه.
الحقيقه مش شايفهم معجزه، ولا شايفهم محتاجين قوه ان خارقه، هم يبقوا في نفس ولا الرول. على فكره منطقي يعني ده، مش لا بعيده، عليك. يعني لو فكرت فيها باللوجيك مش بعيده يعني. طب خلينا نتكلم في الست، شايفه هناخد ايه؟ اكتب كومنت. هناخد ايه من الست او هنزود لها ايه؟ الست هرجعها لطاقتها الأصلية اللي هي طاقة احتواء وهدوء وسكينة وشفاء حب لا مشروط. و يعني هرجعها لحتة ناعمة، مش هرجعها للبهدلة. طب ما تعملي كده والنبي، سايبانا كل ده فين يعني؟ انت فين عشان تعملي كده؟ انت تعرفني يلا اعملي كده يعني يعني لا احنا يعني لو انت هتعملي كل ده في الستات وهتخلي الرجاله يعني في الصفات دي، ده ايه الحلاوه دي؟ احنا كده خلصنا الحلقه يعني. هو ده بالظبط المطلوب. ان شاء الله ممكن بقى نعمل بارت 2 ان ازاي نحقق اللعبه بتاعتك، اللي هو الصفات دي كلها هنحطها في الستات والصفات دي هنحطها في الرجاله، يمكن تبقى اوبشن. اوكي، هو ده هيحصل لما كل واحد يبدأ بنفسه. صح جدا 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 جدا، انا معاكي. قولي لي طيب، بما انك كده يعني اتكلمنا في الرجاله كتير، وانت الرجاله بالنسبه لك مش عايزه اقول ان هم بقوا عبء على المجتمع، بس ده من وجهه نظرك حاسك بكده. قولي لي طب انا ما قلتش كده والله، انا بقول يرجعوا يبقوا هم وجودهم مهم طبيعي. طيب تعالي نفترض ان هم مش موجودين، تعالي نفترض كده ان احنا نمنا صحينا مفيش رجاله خالص في الكوكب، مش هقول حتى في البلد اللي احنا فيها. قولي لي 3 مميزات و3 عيوب. انت دلوقتي عايشه في كوكب سيدات بس، بنات وستات بس، احنا بنلعب هرمونات ونفسنا، احنا بنلعب بالظبط. قولي لي، طبعا انا عارف انك تخيلتي حاجات كتير جدا حلوه وحاجات اوحش يعني، او حاجات كتير قوي وحشه، فقولي لي كده اكتر حاجه تخيلتيها، 3 مميزات في عدم وجود الرجاله و3 عيوب في عدم وجود الرجاله. 3 مميزات الدنيا هتبقى ممكن تبقى هاديه، بس برضو الستات هتتخانق. مش عارفه ايه المميزات، ما اعتقدش يعني. مش يعني بحاول اتخيل مميزات لعدم وجود الرجاله، غير انه يبقى مثلا في ناس بتقتل بعض وناس بتتحدى بعض وتقوم حروب كثيره بين السيدات، بين الرجاله. يعني لو في رجاله لا مميزات عدم وجود الرجاله، مميزات الحروب مش هتبقى موجوده. مش صراعات السلطه مش هتبقى بنفس الشراسه. مش هيبقى في خراب كتير في اماكن كتيره. مش هقدر اتكلم. ماشي، انت عممتيها قوي، بس ده في حال دي مميزات يا رب. دي لا، ما انا معاكي، دي مميزات ان مفيش رجاله، دي مميزات. طب ايه العيوب؟ والله حاولت والله. طب العيوب ما رحتيش للعيوب؟ لا، صعب قوي. هو فكره ان ما يبقاش في رجاله، ما كان ربنا عمل كده يعني. ماشي احنا بنتخيل بس لا، متخيله الموضوع هيبقى عياط كتير، سامعه صوت عياط وصريخ وهرمونات كتيره وستات بتشد في شعر بعض، ومين هيبني ويصنع لا لا لا، ست ملكه ما تشتغلش، راجل ملك. حاجه. لا يلا بقى يلا. طبعا لو كده يبقى خلاص الراجل عبد. تقول لك مين اللي هيبني كده بس كده مين هيقول ستوب؟ مين هيقول ستوب؟ احنا زي ما احنا مش هنقول ستوب، احنا راكين. عدي يومك، عدي يومك، عدي يومك بالله عليك. كلمتين حلوين الصبح. انا هجيب لك الخلاصه. اول ما تشوف ست، كلام كتير حلو كده ومولاتي وبتاع. ايوه كده هيبقى العبد زي ما احنا قلنا. صدقني هتعيش احلى ايام هتعيش حياتك. ملك بعدها، انت هتبقى عبد في الاول، بعد كده تعيش ملك. ده واضح ان يعني ده موضوع انتوا متفقين. لا بس انا من صفتي كراجل، واوعدك ان في رجاله اهو في الاستوديو، احنا هنحاول نسمع كلامكم وهنحاول نطبق اللي احنا سمعناه منكم النهارده. احنا النهارده سمعنا من الجنس الاخر، وانتوا سمعتوا وجهة نظر الجنس الاخر. انا بوعدك فعلا ان احنا من الحلقه هنا على الاقل هنبدا بنفسنا، الشباب اللي موجوده. في حاجات احنا ما كناش واخدين بالنا منها، انتي نورتها لنا شويه. في حاجات احنا كنا شايفينها من وجهه نظرنا احنا بس، عشان ده طبيعي. في حاجات الرجاله بتتكلم فيها لوحدهم، وفي حاجات الستات بتتكلم فيها لوحدهم. ما جاش الوقت ان واحد من الرجاله وواحده من الستات جم يتكلموا احنا بنقول ايه في الكواليس او بنقول ايه في الباك ستيج. النهارده احنا عملنا الحلقه دي عشان نتكلم في الكواليس، نتكلم في الباك ستيج. عايزين نعالج الدنيا، عايزين نقلل، مفيش حاجه اسمها ان احنا يعني نمنع سوء التفاهم، عايزين نقلل سوء التفاهم شويه. عايزين ان احنا نحط نفسنا قدام بعض، فكره ان احنا نبدل الكراسي، فكره ان انا لو فكرت هي ليه عملت كده او ليه قالت كده او ايه اللي حصل، صدقيني هلاقي اجابات كتير
في نهاية الحلقة عايز أقول لكم إن علاقة الشخص بالجنس الآخر مش علاقة مستحيلة، مش خناقات، مش علاقة وهمية. بالعكس، زي ما منار قالت، هو ربنا سبحانه وتعالى من أول ما خلق الدنيا دي كانت موجودة علاقة آدم بحواء. احنا اللي غلطنا، احنا اللي سكتنا كتير، احنا اللي في حاجات كتير اتغيرت واحنا مش واخدين بالنا منها. عايزين نرجع تاني للطبيعة، عايزين نعرف يعني ايه الراجل، عايزين نعرف يعني ايه الست، عايزين نفهم بعض، عايزين ما نسكتش. لو كل واحد قال اللي هو حاسس بيه للشخص الآخر أو الجنس الآخر، لو كل واحد طلب كل طلباته من غير خوف ومن غير كسوف، لو كل واحد طلع اللي جواه، أكيد هنعدي يومنا مع الجنس الآخر، أكيد هنفهم الجنس الآخر. يا رب تبقى حلقة لطيفة إن شاء الله. معادنا في حلقة جديدة. أعدي يومك مع شادي صالح.